السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة وصفتنا سهلة ولذيذة وسريعة. بص يا حبيبي، عندنا هنا 5 تمرات. هنغسلهم كويس جدا وأنطحهم كده فصين كده، كل واحدة 2. هيبقوا 10 حبات يعني. ومعانا هنا موزاية كاملة كبيرة. هنحطهم بقى في بولة هنا ونحط عليهم كوبايتين لبن أو كوبايتين حليب زي ما اخواتنا العرب بيقولوا. وهنضربهم هنا بالهند بلندر بتاعنا لغاية ما نطحنهم تماما تماما ويتمزجوا مع بعض كويس جدا. هنجيب بقى هنا الحلة اللي هنعمل فيها بقية الوصفة والصفاية بتاعتنا، وهنصفيها كده كويس جدا من بقية الشوائب بتاعة البلح. وهنشيل الصفايه كده ونيجي بقى ننزل بالباكت بتاعنا بتاع الكريم كراميل، هو ده سر الوصفه بتاعتنا. وهنقلبه كويس وبدون سكر تماما، لان البلح مسكر والموز مسكر. هنحطهم على النار ون... ونعملهم ونرجع لكم تاني. هنحط لهم هنا بقى في شفشه عشان خاطر نعرف، او اي حاجه نعرف نصب بيها. وهنجيب هنا البولات بتاعتنا ونحطهم كده ونصبهم كده، ما شاء الله تبارك الله. حلو قوي قوي، وهيعجب ولادنا جدا جدا، وهيشرفك قدام ضيوف اللي كانوا عندك ضيوف ومستعجله ومش عارفه تقدمي لهم ايه. هتقدمي لهم ده. هنزينه بقى كده بحبات الموز كده مقطعين الشرايح. وكمان هنعمله كده بقى بصوص الكراميل اللي هو بتاع الكراميل بتاعنا على الوش كده. وما شاء الله تبارك الله، وصفتنا خلصت وجميله وسريعه وهتشرفك قدام ضيوفك. يلا بقى، الاول وصلتي معايا لغايه هنا، معايا بقى لايك وشير واشتركي في القناه واوعي تنسي. والف هنا. واللي اول مره يشوفني انا سحر البدري، ولايك وشير.